ازيكم يا اصحابي؟ انا ريهام عادل جايه النهارده اقدم لكم وصفه جميله قوي. انا كان عندي نص كيلو بانيه، ما كنتش عارفه اعمل بيه ايه ومحتاره بيه جدا، بس فكرت ان انا اعمل بيه ملوخيه بالفراخ، وعملت كفته بالصوص كده حاجه تحفه. تعالوا شوفوا النهارده انا عملت ايه بنص كيلو بانيه. اول حاجه معانا طريقه الفراخ. معايا هنا بصلايه وربع كيلو فراخ مقطعاها مكعبات، وشويه ملح وفلفل، والملوخيه بقى حسب مقدارك انتي. انا كنت جايبه كيلو يعني. طبعا انا هقطفها وهغسلها وهخرطها، وبالربع التاني انا هوريكم هعمل بيه ايه. اول حاجه انا هحط كده البصل في شويه سمنه، وهفضل اقلب فيهم كده لما تدبل معايا. الطريقه دي جديده، اكنك طبعا عامله ملوخيه بالجمبري، ملوخيه بالارانب. دي بقى المره دي ملوخيه بالفراخ. هحط المكعبات بتاعتي. انا خدت ربع كيلو للملوخيه، وخدت ربع كيلو التاني عملت بيه كفته. انا حطيت شويه ملح وشويه فلفل بس عشان الملوخيه مش بتحب بهارات بتغير طعمها. بس تعالوا شوفوا بقى. انا حطيت الفراخ وحطيت طبعا عليها مرقه، وفضلت اقلب فيها كده لما الفراخ استوت فيها شويه، لان طبعا الملوخيه دوبك بتغلي وبنطفي عليها، فعشان الفراخ ما تبقاش نيه فيها. قعدت اقلب فيها كده، وطبعا عندك شوربه حطي ماشي، ما عندكيش زودي المرقه. فانا كان عندي شوربه وحطيت عليها. هستناها لما تغلي. بعد ما تغلي الشوربه بتاعتنا هروح حاطه الملوخيه. انا كنت جايباها ملوخيه خضراء. بصوا يعني حاجه كده بجد جميله جدا. وعملت شويه بقى الثوم بتاعي، وحطيت عليه معلقه كزبره. هقلب فيه كده لما يصفر، واروح طشه بيه الملوخيه. بصوا حاجه بجد جميله جدا جدا. كنت اول مره اعملها بس عجبت ولادي جدا. تعالوا بقى نشوف طريقه الكفته معانا. انا معايا ربع كيلو الفراخ فرمتها في الكبه، ومعايا معلقه قشطه، ومعايا شويه خضره، ومعايا شويه بقسماط طحناه، ومعايا شويه بهارات فراخ ومرقه، ومعايا بابريكا وشويه فلفل، والبصل بصلايه او 2 على حسب المقدار اللي انت هتعمليه. ومعايا بطاطستين. انا البطاطس سلقتها وهرستها كويس، ومعايا بيضتين، ومعايا شويه دقيق، يعني 4 أو 5 معالق. اول حاجه انا هعمل كده البصله. هاخد البصلايه اللي معايا واحطها في شويه سمنه، بصلايه بقى او 2. انا يعني هو كان عندي نص كيلو بانيه، فحبيت اعمل بيه اختراع. فالنص كيلو انا حطيت على الربع كيلو اللي انا خدته للكفته، حطيت عليه بطاطسيه واحده، وحطيت عليه بصلايه واحده. فدي كده البصل معايا. هفضل اقلب فيه واحط عليه مرقه وشويه البهارات بتاعه الفراخ. هفضل اقلب فيه كده، وبعد كده هنزل بالبابريكا بتاعتنا، وهحط الفلفل، وهقلب فيه كويس قوي. هو انا هفضل اقلب لغايه ايه لما لونها يغير معايا زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى الطريقه دي بتخلي طعمها مختلف جدا عن ان انت تحطي البطاطسايه عليها البصله نيه. هروح انا واخده البطاطسايه البصل اللي انا عملته واحطه على البطاطس، وهرسهم كويس جدا في بعض زي ما انتوا شايفين كده. يعني ريحتها وهي مسويه البصلايه مع البطاطس جميله جدا جدا. هقلب فيها عشان خاطر يخشوا ببعض كده وما يتبقاش منعزلين عن بعض. وبعد كده هروح نازله بالفراخ اللي انا فرمتها. ده ربع كيلو يا جماعه، ربع كيلو فراخ انا فرمتها في الكبه، وحطيت عليها شويه بقسماط. برضو البقسماط ده عشان خاطر يمسك الكفته معاكي، ما يخليهاش تفك منك في الزيت. هفضل بقى اقلب فيهم كده، وهحط بقيه الخليط بتاعي. هحط شويه البهارات. ده شويه جنزبيل على شويه كركم عشان يصفرها كده شويه. وبعد كده هحط الخضره بتاعتي. الخضره طبعا مشكله، وهحط معايا بيضتين، وهفضل برضو هعجن كده ببعض. بس قبل الخطوه اللي انا بعملها دي ان انا اكورها كده، انا حطيتهم في الفريزر بتاع نص ساعه عشان خاطر تمسك نفسها ما تفكش مني في الزيت. زي ما انتوا شايفين عملت لي كميه جميله جدا، وكفت الضيوف اللي كانوا عندي، وعجبت اولادي قوي. بصوا عملت كميه جميله، وشكلها وطعمها بجد تحفه. انا ما كنتش متخيله ان هيطلع كده، وجوزي اتبسط بيها قوي. وكان عندي عمه العيال طبعا انبهرت باللي انا عملته، ما كنتش متوقعه ان انا اعمل حاجه زي كده. تعالوا شوفوا بقى. انا هقليها في الزيت. طبعا انا سبتها في الفريزر قبل وبعد،
يعني قبل ما انا اعملها كور حطيتها شويه تمسك نفسها، وبعد كده طلعتها عملتها كور ورحت حطها تاني بتاع ربع ساعه كده في الفريزر، وبعد كده بقيت اطلع طبق طبق اقليه اهو زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا هخلص القليه بتاعتي. انا هعمل الصوص دلوقتي. الصوص طريقته زي البشاميل العادي. حطيت 5 معالق دقيق على 5 معالق سمنه، وقعدت اقلب فيهم كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هنزل، انا هيبقى معايا كيلو لبن، هنزل بنص الكميه يعني حبه بحبه كده عشان خاطر ما يكلكعش مني. هفضل اقلب فيه وراح نازله بقيه اللبن بتاعي بقى. طبعا اللبن حسب الاحتياج، يعني شوفي الكميه اللي انت عاملاها وحسب ما هياخد. زي ما انتم شايفين كده مفيش تكتلات ولا في اي حاجه. انا حطيت كركم وحطيت بهارات وحطيت واحده مرقه عشان يديله اللون الاصفر دوت، وشويه طبعا ملح. هفضل بقى اقلب فيهم كده لما سمكه، احنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي عشان ما يبقاش مكلكع معانا. حتى لو سبتيه تزوديه شويه ميه. انا كده كملت بقيه الكميه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده الصوص مش تقيل قوي اللي هو يبقى مكلكع كده في الفراخ. حابه تسيبيه كده وتعملي الصوص لوحده، حابه تحطي عليه برضو ده حاجه اختياري. ممكن تعملي جنبيها شويه رز، جنبيها شويه مكرونه ايا كان. انا كنت عامله جنبيها طاجن رز معمر كان برضو فظيع، ده هبقى اعمله فيديو لوحده. وبكده انا خلصت الاكل بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. ولو في اي حاجه انتوا حابين اعملها لكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. ويا رب تكون فيديوهاتي عجبتكم. شكرا ليكم ومتابعتكم ليا. باي باي.